السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طلاب ثالثه ثانوي يا حبيبي، ازيك يا صديقي؟ عامل ايه؟ بص يا عم، انا عارف ان احنا اتاخرنا عليك في الفيديوهات ديت بسبب بس اختلاف في المواعيد وقرارات الوزير الجديده واللي اتلغى واللي اتشال والحاجات الجزء اللي انضاف بتاع الجيولوجيا، كل الحاجات دي طبعا هنتكلم عليها في فيديو لوحده باذن الله هينزل لك. بس باذن الله يعني بدايه من اول من شفتك الفيديو ده هتبقى يعني ابتداء باذن الله مظبوطه يعني تمام. والكل نظامنا اللي هيتغير، نظامنا طبعا هيتغير كله. هنغير نظامنا على حس قرارات الوزير تمام كده، علشان نبقى متطورين مع الناس الجديده وتبقى متطورين يعني. طيب ده كله هنعمله باذن الله في الحلقه واحده، تعرفوا ان شاء الله في الحلقه اللي هتنزل باذن الله بكره او بعد بكره باذن الله بالكتير. وباذن الله يعني ايه النظام يعجبك تمام. يلا بينا نبدا على طول من غير مقدمات، بس يلا نقول الدعاء قبل ما نبدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اني اسالك فهم النبيين وحفظ المرسلين، وان تجعل لساني عامرا بذكرك وقلبي بخشيتك ولساني بطاعتك. طيب يلا بينا نبدا. صلى الله عليه فيك. يلا بينا نختم اخر حته في الدرس ده، وعارف ان احنا الجزء بتاعنا متاخرين فيه شويه. باذن الله الحصص الاضافيه هتنزل لك على الاسبوع الجاي باذن الله. فصلى على النبي وصلى عليه فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا الغضاريف، احنا كان ناقص لنا في الهيكل الطرفي المفاصل والاربطه والغضاريف، فيلا بقى بينا ناخدهم دلوقتي عشان كده الحصه بتاعت النهارده صغيره شويه. صلى عليه فيك عليه افضل الصلاه والسلام. وحد الله لا اله الا الله. بص يا عم، الغضاريف اولا كده، او قبل ما اقول لك الغضاريف عايزك تعرف لي انها ما فيهاش كالسيوم. ما فيهاش كالسيوم. حاجه تانية، يبقى اول حاجه في الغضاريف انها ما فيهاش ايه؟ كالسيوم. تاني حاجه تعرف لي ان الغضاريف نسيج ضام. الغضاريف نسيج ايه؟ ضام. فوق معايا هنولع الدنيا يلا بينا. تاني حاجه نعرف ان الغضاريف ملا نسيج ضام. يعني ايه نسيج ضام يا مستر؟ نسيج معمول من خلايا ضامه. صلى عليه فيك على الصلاه والسلام. اولا كده الغضاريف بتتغذى بطريقتين، في طريقه منهم انت عارفها وفي طريقه تانية لسه هقولها دلوقتي. الطريقه الاولى هي بالانتشار. يعني ايه مثلا بالانتشار؟ بالانتشار يعني من الاخر كده بتاخد الاكسجين من العظام. الاكسجين بيخش ينتشر في الغضاريف، بيخش ينتشر فين؟ في الغضاريف، زي الجزء السفلي في عظمه القص بيخش ينتشر فين؟ في الغضاريف. طيب الطريقه الثانيه بالاوعيه الدمويه. لحظه واحده، يعني ايه مثلا اوعيه دمويه؟ وعندي هنا انا ممكن اقول لك مليون سؤال عليها واغلطك بص في حرف جر بالظبط. اجي اقول لك ايه؟ الغضاريف يوجد بها او فيها، يوجد فيها. اجي اقول لك الغضاريف يوجد فيها اوعيه دمويه. وقيم هذه العباره. بص يا عم، انا ممكن اجي اقول لك الغضاريف يوجد فيها اوعيه دمويه، لو انت قلت لي صح تبقى بديل. ليه؟ لانك في حصه القفص الصدري قلت لك ان الغضاريف لا يوجد فيها اوعيه دمويه. لا يوجد، مستحيل الغضاريف موجود فيها. وقلت لك كلمه كده جميله، بتشحت. الغضاريف مالها بتشحت. يعني ايه بتشحت؟ يعني من الاخر كده بتيجي كده عندك كده هتلاقي اي حاجه لله. بص تخيل كده الموضوع عامل ازاي. انت نازل من البيت، في واحده شحاته قاعده على باب بيتكم، ماشي؟ دلوقتي هي قاعده على باب بيتكم، ده معناه ان هي ساكنه في البيت؟ لا. فطبيعي لما اجي اسالك الشحاته دي بتعمل ايه؟ هي قاعده على باب بيتكم بتشحت، وانت نازل هات جنيه، هات 2 جنيه، هات اي حاجه. هي دي الاوعيه الدمويه، قاعده عند الغضاريف حوالين الغضاريف، فهي غلط، هي حوالين منها، عليها مش فيها. حوالين منها مش فيها. هي حوالين منها
مش جوه الغضروف نفسه، مش في الغضروف نفسه. اشمعنى؟ زي كده الست اللي بتشحت، هل هي ساكنه في نفس البيت بتاعتك؟ لا، هي قاعده على باب بيتكم بس. فهي انت وانت طالع وانت نازل بتاخد من الفلوس بتاعتك. هي دي نفس الفكره، الاوعيه الدمويه بتشحت كرات الدم وانت طالع وانت نازل. فده ابسط سؤال ممكن اجيبه لك. عشان كده بقول لك هي بتتغذى بالاوعيه الدمويه، بس بيبقى حوالين منها اوعيه دمويه، اللي حواليها مش فيها. يبقى الاوعيه الدمويه، قصدي الغضاريف، فيها اوعيه دمويه؟ لا. طيب علشان كده الغضاريف بص كده تبقى بطيئه الالتئام. بطيئه ايه؟ الالتئام. يعني ايه بطيئه الالتئام يا حبيبي؟ بطيئه الالتئام يعني بالك كده، لو واحد عنده انزلاق مثلا غضروفي، واحد تاني ايديه انكسرت، اللي ايديه انكسرت يتعالج اسرع من مش اللي عنده انزلاق غضروفي. ليه؟ انت اللي ايديه انكسرت هنجبسه شهرين ويخف. اللي عنده انزلاق غضروفي لا، هيطول معانا. الغضاريف لما يحصل لها اصابه تاخد وقت طويل. ليه؟ عشان ما فيهاش اوعيه دمويه ولا فيها كالسيوم، فبالتالي تاخد وقت اطول من العظام. عشان كده هي بطيئه الالتئام من العظام. طيب بتبقى محدودة الحركة، محدودة الحركة زي الغضاريف القرص الغضروفي بتاع العمود الفقري. بص كده يا حبيبي، دي فقرة، ده جسم فقري وده جسم فقري. شايف اللون الاحمر ده؟ ده الغضروف، قرص غضروفي. بص كده، القرص ده هو اللي بيخلي الفقره تعمل كده، توطي، تنحني اليمين وتنحني للشمال، ترجع لورا. ده كل اللي بيحصل بسبب القرص الغضروفي. طب يا مستر، طب الفقره ايه اللي يحصل لو يعني محطوط ازاي؟ بص كده يا حبيبي، البتاع محطوط كده. بص كده يا حبيبي، ادي الغضروف اهو، ادي قصدي الفقره اهي، دي عظمه تمام، ودي كده عظمه، فالغضروف بيتحط كده زي القماشه دي كده. بص كده، اللي بيخلي القلمين يعملوا على بعض كده. بص، سامع صوت؟ مفيش صوت، سامع شايف؟ ويقدر القلم يتني ويرجع تاني، يتني ويرجع تاني. اشمعنى؟ اصل مفيش صوت، على عكس ما لما كانوا لوحدهم. بص كده كده، بص شبه العظام، فالعظام هتفضل تحك في بعضيها ماشي لو مفيش غضاريف. عشان كده تاكل الغضروف نفسه بيجي بسبب الخشونه، بيجي بالخشونه. تاكل الغضاريف بيجي بخشونه، وغير كده صعوبه الحركه. تاني كده، تاكل الغضاريف بيجيب خشونه وصعوبه حركه. علشان كده العمود الفقري لو اتشال منه الغضروف انت مش هتقدر تتحرك الحركه دي. الناس اللي عندها الديسك واللي عندها انزلاق غضروفي تلاقيهم ماشيين بعكازات كده ومش قادرين يتحركوا. اشمعنى؟ طالعين بالسلم مش قادرين يتحركوا. ليه؟ ما هو غالب انزلاق غضروفي للاسف الغضروف ما عادش موجود، فبقى العظم بقى بيحك في العظم ده. بص كده، فيجي يتحرك ده العظم تخبط في العظم، العظم دي تخبط في العظمه دي، فمفيش اي حاجه، فانت كده مفيش حركه. تمام كده، فبيبقى محدود الحركه. ليه؟ مش واسع الحركه. انت ما ينفعش معلش يعني ظهرك ده ما يلفش 360 درجه. اشمعنى؟ مستحيل، عشان في حبل شوكي، لازم نحمي الحبل الشوكي. ما اصل هنا كده في كده ايه؟ الحلقه الشوكيه. ماشي، يبقى كده هنا كده ايه؟ الحلقه الشوكيه نازل كده اهو. فهمتها؟ طيب صلى عليه الشرح فيك. يبقى ده محدود الحركه. طيب الغضاريف موجوده فين برضو تاني؟ موجوده هنا في الانف، في الاجزاء الغضروفيه زي الاذن، موجوده بين الضلوع والفقرات، موجوده بين الفقرات والضلوع. حلو، والانف والاذن، الحته الاماميه في الانف والاذن كلها غضروفيه. طيب عشان كده تبقى بطيئه الالتئام. عشان كده في قبل كده سؤال كده بتبقى ايه كوميدي شويه، يقول لك ايه هي الحاجه اللي في جسمك اللي بتفضل تكبر؟ مناخيرك والودن بيفضلوا يكبروا. ماشي، اشمعنى؟ اصلهم غضاريف بيفضلوا يتخبوا يكبروا، كل ما بيتغذوا يكبروا. طيب بص بس، صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. الغضاريف تعرف ان الغضاريف عشان ما فيهاش اوعيه دمويه
علشان السبب ده، اولا كده لو حصل لها كسر ما بيحصلش ليها نزيف، مفيش فيها نزيف. مستر يعني هو يعني العظام هي اللي بتحصل فيها نزيف؟ العظام لو ايدك انكسرت في جوه العظام نفسه حاجه اسمها نخاع الدم، نخاع العظام الاحمر. نخاع العظام الاحمر ده جوه الغضاريف نفسها، جوه قصدي العظام نفسها. بتعمل ايه؟ بتدي للجسم مناعه عشان ما يجيلكش سرطان في العظم. ماشي، عشان كده الناس اللي عندها نخاع سرطان في العظم نخاع العظام عندهم بيبقى قليل. ماشي، ده هتعرفها ان شاء الله في فصل المناعه بعدين. طب يعني انا مثلا لو ده انكسر فيه دم، الدم اللي بيطلع بيروح للطحال، الدم نسبته بسيطه جدا، يعني يكاد تكون نسبته بسيطه جدا جدا جدا، وبيروح للطحال على طول. بص كده، عشان كده الغضاريف لا يحصل ليها نزيف عشان ما فيهاش اوعيه دمويه. بص كده تاني، ولا يحدث ليها الم. الناس اللي بيجي لها انزلاق غضروفي ما بيحسوش بالوجع، هما بيحسوا بوجع العظمه. بص كده، الغضروف كان هنا كده في النص كده، ماشي. طب الغضروف اتشال، العظمه دي هتنزل على العظمه دي، ضربت في العظمه دي، هما حسوا بوجع العظمه، حاجه طقطقت في جسمهم. ماشي، ايه الوجع ده بقى؟ هو اللي حصل، مش وجع النزيف، مش وجع الغضروف. تمام كده؟ طيب، وعلشان كده الغضاريف بيبقى ليها صعوبة حركة. ازاي بقى صعوبة حركة؟ بص يا حبيبي، صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. الغضروف نفسه بيساعد على حركة العمود الفقري او حركة الجسم، بس هو نفسه ما بيتحركش. يعني ايه؟ يعني هو نفسه ما بيتحركش، بيفضل واقف كده، بس هو بيساعد على حركة العمود الفقري. تمام كده؟ بيخلي العمود الفقري يتحرك، هو بيخلي اللي هنا كده ده يتحرك يمين وشمال، بس اللي تحت ما يتحركش. تاني، يبقى هو كده، بص هنا كده بين العظام تتحرك من عليه، بس هو ما يتحركش من عليه. فهمت كده؟ يبقى هو عديم الحركه، صعوبه الحركه بتاعته ما يحصلش له حركه. بس هل هو كده بيساعد على الحركه؟ هو بيساعد على حركه العمود الفقري، انما هو نفسه ما بيتحركش. تمام؟ في اي مشكله؟ كده الغضاريف خلصت. صلى عليه اشرح فيه. تعال نخش على المفاصل. اولا كده قبل اي حاجه عايزك تعرف ان عدد المفاصل في جسمي 360 مفصل. 360 مفصل. اولا كده بيبقى فيه 3 انواع: ليفيه، مفاصل ليفيه، مفاصل غضروفيه، مفاصل زلاليه. المفاصل الزلاليه نوعين هنعرفها دلوقتي. صلى عليه اشرح فيك. ده بجد؟ يبقى عدد المفاصل كم مفصل؟ 360 مفصل، ليفيه، غضروفيه، زلاليه. بص بقى يا عم، الليفيه تبقى عديمه الحركه، لا تتحرك، يبقى الحركه بتاعتها كم؟ صفر. يبقى الحركه بتاعتها كم؟ صفر. زي مين؟ زي الجمجمه. مستر الجمجمه بتتحرك اهي، بص شبه الهنود اهي، ماشي. طيب اللي حصل ايه؟ لا يا حبيبي، حركه الجمجمه دي كده حركه الرقبه مش الجمجمه، ماشي. اللي انا عايز عليه قصدي الحته دي، العظم ده بيتحرك؟ لا، فده صفر، الحركه بتاعته صفر، ماشي. ده يعني انت عمرك قمت من النوم لقيت دي قامت وراحت مشوار وجت؟ لا طبعا، لا. يبقى لا، اكيد ايه؟ تفضل ثابته. تمام كده؟ طيب، فتبقى الليفيه ثابته ثابته. حلو كده؟ طيب، الغضروفيه لسه قايلين هنا، الغضروفيه بتبقى ايه؟ محدوده الحركه. زي مين؟ زي المفاصل الغضروفيه. هيبقى هنا عظم الجمجمه نفسه ثابت ليفي، اما عظم الفقرات والحاجات دي كلها غضروفي واسع الحركه. واسع ايه؟
واسع الحركه. حد بص، هو مش عليك بس هي يعني نقولها برضو بالمره. تقدر تقول لي بيتحرك كام درجه؟ بالظبط 90 درجه. الحركه بتاعته 90 درجه بتاعت العمود الفقري. تمام كده؟ كام درجه؟ 90 درجه. حركه محدوده. الغضروفيه بتبقى محدوده. هقول لك على حاجه ثانيه. سؤال برضو هتلاقيه ان شاء الله في الكتب. بص كده في كتاب التفوق. بص كده هتلاقيه في الفك، بيسالك على الفك السفلي. اسف، في كتاب المرجع هتلاقيه. في كتاب المرجع بيسالك على الفك السفلي، حركه الفك السفلي. الفك السفلي ده بيتحرك، الحركه بتاعته بتبقى ايه؟ بتبقى غضروفيه محدوده، ماشي، يا فوق يا تحت. لو شاطر قول لي كام درجه؟ كام درجه؟ 45 درجه. ده الفك، ماشي. يعني الجمجمه نفسها لا تتحرك، انما الفك السفلي هو اللي بيتحرك. تمام كده؟ طيب المفاصل الزلاليه نوعين، تبقى محدوده برضو او واسعه. ويعني ايه كلمه مفصل زلالي؟ مفصل زلالي مع زلالي جاي من كلمه سائل مصلي زلالي. ايه السائل المصلي الزلالي؟ سائل لزج بيمنع الاحتكاك ما بين العظم وبعضه، ماشي. اقول لك على حاجه مثلا لو حركه زي دي، انا خبطت دلوقتي ايدي، تعرف لولا ان في سائل زلالي هنا في الكوع كنت زماني هنا بالظبط. من مجرد حركه زي دي كده عظم جسمي كله وقع. ازاي؟ ما حركه زي دي، خبطه زي دي، الخبطه دي كده بترجع، بص كده بتيجي من قبضه ايدي للقعبره اللي هو الساعد، للعضد اللي هو الكتف، وبعد الكتف تروح على الرقبه والجسم والعمود الفقري. يعني الحركه دي بتسمع في رجلي عادي، بتوزع على جسمي كله. الخبطه زي دي كده بتوزع على جسمي كله. تمام؟ لو الخبطه، لو ما فيش سائل زلالي هنا يستحمل الصدمات، من الاخر كده هتلاقي مره واحده كده خبطه زي دي، اعمل كده الاقي جسمي كله هيتكسر، عظم جسمي كله هيخبط في بعضه ويتكسر. ليه؟ اصل ما فيش سائل زلالي. انت عارف السائل الزلالي عامل زي ايه؟ عارف الاير باج في العربيه كده؟ في حاجه اسمها اير باج، اللي هو الشنطه اللي بتفتح لما العربيه تعمل حادثه عند السواق، من الدركسيون بتاع السواق، ماشي. اول ما الشنطه دي تفتح، هي دي بالظبط السائل الزلالي. دي فايده ايه؟ تاخد الصدمه عشان السواق وشه ما يتطبقش في العربيه. فهمت كده؟ هي دي نفس الفكره بتاعت السائل الزلالي. فانا هنا مثلا اروح كده اضرب ضربه زي دي كده، ضربه زي دي، مين اللي خد الصدمه واستحمل صدمه كبيره؟ مفاصل ايدي والمفاصل بتاعت كوعي، ماشي. عشان كده استحملت الصدمه. ففايده المفاصل عموما انها تستحمل الصدمات. انهي مفاصل؟ المفاصل الزلاليه. عشان كده بسميها زلاليه. عارف يعني ايه زلالي؟ عارف عارف البيض؟ امك كده ان شاء الله، والدتك كده لما تيجي تعمل البيض ايه اللي بيحصل؟ ايه؟ بينزل منه سائل اصفر كده. شايف السائل الاصفر الازرق ده السائل الزلالي. هو ده السائل الزلالي. ده بقى موجود هنا عند الكوع وعند المفاصل وعند اي مفصل في جسمي، اللي هم 360 مفصل، المفاصل الزلاليه. فتبقى واسعه الحركه تستحمل الصدمات. تستحمل ايه؟ الصدمات. تمام؟ تبقى يا اما محدوده يا اما واسعه. طيب محدوده زي مين؟ محدوده زي الكوع. بص كده، فتح وغلق الباب 180 درجه. زي الركبه، حلو كده؟ طيب واسعه زي الكتف. واسعه زي مين؟ الكتف. تبقى كام درجه؟ 360 درجه. زي الحوض، اقدر الف الحوض بتاعي 360، الفخذ اسف، التجويف اللي هو الحقي اقدر الفه 360 درجه. زي الكتف برضه كده، وزي الفخذ. فهمت كده؟ طيب لحد دلوقتي في مشكله؟ لا. السائل الزلالي اهو، دي كده اهو، ده الفخذ وده الركبه، اسف، ده قصدي الشظيه، ودي القصبه. بص كده، دي كده شظيه وقصبه. الحته الحمراء دي اسمها السائل الزلالي.
اللي موجود في اللي هو الصفار بتاع البيض ده، مش الصفار نفسه، السائل اللي بينزل من البيض. ماشي، ده السائل الزلالي. ليه؟ علشان يمنع الاحتكاك ما بين العظم ده والعظم ده، فتساعد على الحركه، فاقدر اتحرك عادي. فدلوقتي انا قادر اتحرك ومش قادر اتحرك، قادر اتحرك. وحاجه تانية عشان يستحمل الصدمات، يبقى خبطه زي دي كده. ايه اللي خلى ايدي تاخد الخبطه وما احسش بيها؟ علشان كوعي. روح كده مثلا اضرب كده ايدك كده مثلا، هتلاقي مره واحده كده الخبطه مسمعه هنا في كوعك. مين اللي خد الخبطه الجامد؟ السائل الزلالي، استحمل الصدمات. فهمت كده؟ حاجه طريه هتخليها تستحمل الصدمات. لو كنت خدت الخبطه كده العظم كله خد الخبطه، رجع خبط في بعضه اتكسر، فهتلاقيني مره واحده كده وقعت، بقيت عباره عن كوم عظم كده. تمام؟ لحد دلوقتي في مشكله؟ لا، صلى عليه يشفع فيك. دلوقتي الاربطه ولا الاوتو؟ بص بقى يلا السلام عليكم، صلى الله عليه وسلم. الاربطه، بص يا عم، عدد الاربطه في جسمي اولا كده، قصدي اسف، الاربطه اولا بتربط ايه بايه؟ عظام بعظام. على فكره المفاصل برضه عظام بعظام. الاربطه بتربط عظام بعظام. اشهر الاربطه اللي عندي موجوده في الركبه، تسمعها انت كده بيقول لك ايه؟ جاله رباط صليبي، صح كده؟ اشهر الاربطه هي في الركبه. بس الاربطه موجوده في جسمي عادي. تاني، اشهر الاربطه موجوده في الرجل، بس ده مش معناه ان مفيش اربطه في جسمي. انا بقول اشهر، معنى كده ان في اربطه ولا مفيش؟ في اربطه، يعني في اربطه بين هنا وهنا، في رباط بين هنا وهنا، في رباط بين هنا وهنا، من مصابع بعضيهم. فاشهر الاربطه موجوده في الرجل. فبص كده، صلى عليه يشفع فيك، عليه افضل الصلاه والسلام. عدد الاربطه اللي في الركبه، عدد الاربطه اللي في الركبه 4 أربطة. عددهم كم؟ 4. دلوقتي يبقى عندك كم رباط في الركبة؟ 4. بص يا سيدي، صلى عليه يشفع فيك. 2 جانبي، ماشي، و2 صليبي. 2 جانبي و2 صليبي. عندك 1 جانبي ده أساسي، والواحد تاني وسطي، بنقول عليه وسطي، موجود في الوسط، في وسط الركبه. صلى عليه يشفع فيك بقى. بص يا عم، ده الركبه وانت واقف، ادي الفخذ اهو، وادي الشظيه، وادي القصبه. بص يا عم، صلى عليه يشفع فيك، ما بين عليه الصلاه والسلام، ما بين القصبه والفخذ، القصبه والفخذ اللي هي هنا كده اهي، القصبه اهي والفخذ اهو، حلو كده، ما بين الحته دي والحته دي 3 اربطه. ايه هما بقى؟ 1 وسطي و2 صليبي اهم. ادي الواحد بتاع الوسط اهو، والاثنين الصليبي عاملين شبه حرف الاكس كده، عشان يبقى شكل الركبه كده. يبقى ده الشكل بتاع الاربطه اللي في الركبه. بص كده اهو، ده بنقول عليه وسطي، ويبقى الفخذ بتوصل كده، بتنزل زي كده اهي، ماشي. طيب ده بنقول عليه جانبي، حلو كده. طيب بص يا عم، منطقيا الرباط ده بيتشد ويترخي ازاي؟ بص كده، ادي رباط، ماشي، كل ما باجي امشي بيترخي على طول. تاني كده، منطقيا كل ما باجي اتحرك اسرع واكتر بيتشد، بعدين يترخي، يتشد ويترخي. فطبيعي الرباط وانت من كتر الجري يتقطع، فيجي حاجه اسمها رباط صليبي، ماشي. بس مش كل الناس بيجي لها رباط صليبي، ماشي، في ممكن ناس يجي لها رباط جانبي،
ماشي، بس مش احنا مش بنقول له، احنا نقول له ايه؟ جاله قطع في الرباط، فاحنا بيجي في دماغنا الرباط صليبي، ما احنا مش عارفين غيره بقى، بس هم اساسا 4. طب بيتقطع ازاي؟ عن طريق الجري مثلا العنيف والحركه العنيفه. هو بيترخي وبيتشد، يترخي ويتشد، يترخي ويتشد، يترخي ويتشد، ماشي، طالع عجل. فانا كل ما ازود السرعه الرخاء اللي هو عمال يترخي ويتشد، يبقى ايه اللي يحصل له؟ يزيد. يبقى كل ما يزود السرعه الشده بتاعته مالها؟ بتزيد. ده طبيعي ولا مش طبيعي؟ طبيعي. طيب دلوقتي دلوقتي بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي لو انا جاي اقعد كده مثلا على الكرسي او على الديسك او اي حاجه، ايه اللي بيحصل؟ بص يا حبيبي، الرباط اهو دلوقتي في ركبتي اهو كده، دلوقتي كده الرباط اهو، ماشي. انا جاي اقعد، مش هتني الركبه صح كده؟ وهاجي اقعد الركبه بتاعتي كده هتتني وتبقى كده صح كده؟ التانيه بتاعتي دي مش هتشد الرباط؟ فيبقى بص كده، بص اللي حصل ايه؟ اهو الرباط كده اهو، ده الفخذ. بص كده، وقعد ولا ما قعدش؟ قعد. بص كده اللي هيحصل للرباط، مع انه بص مربوط هنا ازاي؟ فتفتكر ده مين اطول؟ وانت قاعد ولا وانت واقف؟ وانت قاعد. اشمعنى؟ علشان وانت قاعد مشدود، انما وانت واقف ما هو مترخي. بص كده اهو، خلاص كده. انما وانت قاعد لا، بيتشد كده عشان تقدر تتني الركبه فتقعد. فهمت كده؟ اهو زي الحركه دي كده، الحركه زي دي كده، انا كده دلوقتي خليت الركبه دلوقتي مشدوده، الرباط بتاعها بص كده حركه، انا كده قاعد اهو، بص الحركه دي بقت مشدوده. اشمعنى؟ بص كده الرباط اهو المفروض يبقى عادي، تمام؟ اول ما جيت قعدت رحت بقى مشدود. يبقى يا حبيبي القعده بتاعتك انت كده خليت الرباط مشدود. بص كده، ده اطول ولا ده؟ الف ولا ب؟ لا في الف. اشمعنى؟ اصل القعده بتاعت خلق شده الرباط بقى. ايه بص يا حبيبي البضاعه عامل ازاي؟ الرباط اهو كده، مره واحده رحت انا مخليه كده، الرباط جاي المفروض لو يجي كده وكده، فدلوقتي بقت مشدود ولا لا؟ مشدود. طيب ما بين الفخذ والشظيه، الفخذ زائد الشظيه في رباط واحد، اللي هو الرباط مين؟ الجانبي. هو فين؟ اهو الرباط ايه؟ الجانبي. طيب ما بين الفخذ والشظيه، فخذ وشظيه رباط واحد، اللي هو الرباط الجانبي، اللي هو الرباط ده يا معلم. الرباط ده بقى لان الشظيه ضعيفه جدا، اضعف العظام في جسمي، فهي رباط واحد تربطها ما بين الفخذ وخلصت اهي، خلصت كده. وينزل بقى الشظيه تنزل بقى كده عند الكعب وخلصت برده خلاص. فيبقى ده رباط واحد. لحد كده في مشكله؟ ما تنساش ان الاربطه بتبقى مرنه، عشان كده لعيبه الباليه الاربطه عندهم مرنه جدا، ماشي؟ لعيبه الباليه والجمباز الاربطه بتبقى مرنه، تمام كده؟ مش متينه، مرنه. طيب لحد كده في مشكله؟ لا. صلى عليه الشفيع. الاوتار بتربط ما بين عظام زائد عضلات، عظام وايه؟ وعضلات. صلى عليه الشفيع عليه الصلاه والسلام. اشهر وتر في جسمي، فوق كده يا اشهر وتر هو وتر اسمه وتر اخيل. فوق الدنيا، عايزين نولعها وفوق كده. اربطه بتربط ما بين الاوتار بتربط ما بين عظام وعضلات، اشهر وتر هو وتر اخيل. صلى عليه الشفيع عليه الصلاه والسلام. الوتر ده ماشي، اولا كده بيبقى متين، يعني عنده قوه، ماشي، مش مرونه. انما ده رباط مرونه مش قوه. صلى عليه الشفيع عليه الصلاه والسلام. الوتر ده بيربط ما بين الكعب والعضله التوأميه. ايه العضله التوأميه؟ السمانه.
يبقى يربط ما بين السمانه والعضله الكعب والعضله والسمانه. بص يا عم، ادي الكعب اهو. بص كده ايه، بص يا عم ادي الكعب اهو. بص اللي يحصل ايه، ده كده وتر اخير، وعلشان يبقى دي عضله تواميه. طب مستر لما بيسموها عضله تواميه ليه؟ عشان بيبقى شكلها عامل كده، مقسومه لناحيتين. السمانه، شوف كده السمانه اللي عندك كده هتلاقي ايه، متقسمه تشريحيا لحتتين. اكتر مشكله ممكن تحصل لو انت جالك شد عضلي وقمت مشيت على طول، مصيبه. بص بقى يا عم، الوتر الاخير ده بيتقطع. شت لسه قايل لي اللي هو قوي ومتين. ما يا حبيبي كل حاجه ليها تاريخ صلاحيه، والوتر ده بيتقطع. بص بقى يا سيدي، في لاعب في مانشستر يونايتد وهو بيلعب كوره، وهو بيلعب كوره عمل لك ايه؟ من كتر ما هو كان بيجري مره واحده نط كده حوالين نفسه، فضل يلف وقعد يعيط في الارض. ايه اللي حصل؟ وتر الاخير اتقطع. وتر الاخير اتقطع ليه؟ مش انت لسه قايل لي متين وما يتقطعش؟ لا، هو عمل مجهود عنيف. فقطع وتر اخير بيجي بسبب 3 حاجات، وعلاجه بيجي بسبب 3 حاجات. اولا مجهود عنيف، والمجهود العنيف بيجي بسبب الحاجه الثانيه، الشد العضلي. عشان كده انا بقول لك مصيبه لو جات لك شد عضلي وعمل لك وحصل لك ايه؟ رحت مشيت. لا، اقف فك الشد وبعدين امشي براحتك. طيب اللي حصل، بص يا عم، يعني يا مستر لو انا جريت في الملعب لمده ساعتين، 3 ساعات، 4 ساعات، 24 ساعه، وتر الاخير هيتقطع؟ لا. 48 ساعه هيتقطع؟ لا. فضلت اجري لمده شهر هيتقطع؟ برضه لا. اللي انا بتكلم عليه مجهود عنيف، مجهود لمده سنين. ماشي، مجهود لمده سنين. حصل لو جالك شد عضلي، لو انت جالك شد عضلي وقمت اتحركت فيه كده علب اول ما يجي لك الشد العضلي، بص دي عندهم كلاب بلدي في دماغهم. اول ما يجي لهم شد عضلي من على السرير يقوم يفض لك من السرير. طب يا اخطل، ما انت جاي لك شد عضلي بتقوم تمشي ليه؟ تعرف الحركه اللي انت عملتها دي ممكن تقطع وتر اخير، اللي هي الكعب اللي عندك ده، الوتر اللي عند الكعب بتاعك ممكن تقطع لك الحته دي. ماشي، ايه اللي يحصل بقى؟ تعمل ايه؟ تفك الشد. ازاي؟ تفك الشد عن طريق انك تحرك رجلك وانت قاعد، مش تقوم لي تبطلي. تمام كده؟ طيب بص يا سيدي، يبقى اول واحده مجهود عنيف، وبعدين شد عضلي. والمجهود العنيف اللي انا قصدي عليه مجهود لمده سنين، زي لعيبه كمال الاجسام بيفضلوا يمرنوا رجليهم. شوف انت كده السمانه عندهم، بس ما شاء الله اللهم صل على النبي يعني عليه الصلاه والسلام. ماشي، شوف كده لعيبه السمانه عند لعيبه الكوره. كان في كده لعيب كده في ريال مدريد كان بيلعب باك شمال زمان، كان اسمه روبرتو كارلوس. شوف كده بسم الله ما شاء الله السمانه بتاعته كانت ايه؟ صاروخيه، بسم الله ما شاء الله، والتقسيمه التشريحيه بتاعتها ممتازه. ماشي، روبرتو كارلوس كان بيحصل له ايه؟ بيعمل ايه بقى؟ كان بيشوط اصلا الكوره كان من باك شمال بيطلع يجري على الجون على طول، بيجيب جوان. ده ليه؟ بسبب السمانه. الباشا بيعمل مجهود عنيف ولا ما بيعملش مجهود عنيف؟ بيعمل مجهود عنيف، ولمده كام سنه. فهو لو هو ما اهتمش بالوتر الاخير وحافظ عليه كان هيتقطع في اي وقت من كتر الاستخدام بتاعه. ولو اتقطع طبعا الوتر الاخير ان هو يتحرك بعديها بنتدخل عليه بالتدخل الجراحي، فانه يتحرك اصلا بعديها صعب. تمام؟ فيبقى المجهود الاول مجهود عنيف. تمام كده؟ الشد العضلي. تاني حاجه بيكهام كان الوتر الاخير بتاعه هو كان في مانشستر يونايتد، كان هو اللي لف. ايوه صح، كان هو اللي لف وعمل ايه؟ الوتر الاخير بتاعه اتقطع من كتر المجهود العنيف. طب يا مستر معلش ديفيد بيكهام معلش ليه بتاع اتقطع؟ يا حبيبي هو قاعد عمال يجري في الماتش بقاله 3 ساعات. تمام كده؟ غير كده من الجون ده للجون ده، غير كده قبل الماتش كان بيتدرب وبيسخن مش عارف يعمل ايه. وقبل الماتش بكام يوم كان، لانه الماتش كان مهم، كان قبل الماتش كان مانشستر يونايتد غالبا بالريال، كان قاعد عمال يجري ويتدرب، وده كله مجهود على العضله. ماشي، فده مجهود عنيف وشد عضلي، وغير كده نقص او انعدام المرونه.
انعدام المرونه. وخد بالك المجهود العنيف اكتريتا بيجي للعيب الباليه، البنات اللي بتلبس كعب عالي، يا لهوي مصيبه. لعيبه الباليه عشان بيقفوا على ترتيب صوابعهم، بص كده الكعب العالي بيخلي البنت تقف على ترتيب صوابعها، ولعيبه الباليه بتقف على ترتيب صوابعها. ايه اللي بيحصل؟ وزن الجسم كله بينزل على ترتيب صوابعها، فاللي يحصل للعضله، تخيل كده هو اقف كده على ترتيب صوابعك هتلاقي السمانه بتاعتك مشدوده. اشمعنى؟ علشان انت واقف حضرتك وزنك كله متحمل على الترتيب، فاللي بيحصل بعديها على طول ان الوتر عندك بيبقى مشدود شده سودا، فده بيتقطع بسرعه. عشان كده لعيبه الباليه الوتر الاخير بيتقطع عندهم بسرعه، كتر ما هم كده. والبنات اللي بتلبس كعب عالي كتير، يا لهوي ده وتر اخير عندهم. بص اساسا بيقول لك ايه، انا ظهري ما عدتش بحس بيه. ليه؟ من كتر هي شاده نفسها، وزن جسمها كله نازل على ترتيب صوابعها. وتخيل بقى وزن جسمها اللي هو مين؟ العنقيه اللي هي شايله الجمجمه، الصدريه اللي هي شايله القفص الصدري، القطنيه اللي هي شايله اصلا الجسم كله اللي هي اقوى الفقرات، الفخذ اقوى عظام جسم الانسان، وشايله بقى ايه وزن الجسم كله. ده كله نزل على ترتيب الصوابع بتاع حضرتك. ومين بقى نزل على ترتيب الصوابع؟ بيعدي على السمانه فيخبط في الوتر، ففي الاخر كده ايه يفضل يقطع في الوتر، يقطع في الوتر، يقطع في الوتر، يقطع في الوتر، فيجي يحصل قطع وتر اخير. يبقى المجهود العنيف، شد عضلي، انعدام المرونه. طب بيتعالج ازاي؟ بثلاث حاجات برضه، يا اما يا اما بالمسكنات او الجبيره الطبيه، الجبس نجبس رجله ماشي، او العمليات الجراحيه. اللي هو التدخل الجراحي، نعمل له عمليه ونفضل نربط الوتر ببعضه، تمام كده. وده طبعا بيحدد الحركه بتاعت جسم الانسان. في اي مشكله؟ لا. خد بالك وتر اخيل اتسمى اصلا اخيل عشان اخيلانوس، وده اصلا دي قصه فيلم اساسا بسبب المحارب اخيلانوس. اخيلانوس ده كان محارب روماني. والدته راحت اول ما اخيلانوس اتولد راحت جايباه بص كده مشقلباه كده ومنزلاه في بحيره اسمها بحيره ينبوع الشباب. يقال انها امه هي الوحيده اللي في العالم اللي كانت عارفه مكان البحيره. حلو كده. طيب بعديها على طول بعد ما نزلت، هي كانت ماسكاه من كعب رجله، فنزلت جسم كله ما عدا كعب رجله ماشي. فاللي حصل ايه؟ الواد بعد كده المفروض اللي هو ما يموتش لانه دخل في بحيره ينبوع الشباب. فاللي حصل بعدها ايه بقى؟ اللي هو ده كبر واتعلم الفروسيه والحاجات دي كلها، وايام زمان احسن شغلانه هي المحارب. فالمهم دخل في معركه من المعارك، 10 اتلموا عليه مره واحده. المفروض الاسطوره بتقول انهم ضربوه بالسيوف والاسهم ماشي. اول ما ضربوه بالسيوف والاسهم بعديها على طول يقال انهم 20 سهم، 20 سهم وسيف دخلوا في جسمه. بعد ما خد ال 20 سهم والسيف راح هو طلع سيفه وراح ضرب ال 20 كلهم ماشي وقتله. بعديها راح للجيش الثاني، راح اخترق الجيش وقتل الملك اللي هو اللي كان بيحاربهم، فبقى هو رئيس الدوله ماشي. بعديها على طول بقى من كتر ما هو دخل معارك والسهام بتخش فيه ما بيموتش، فطلع اشاعه تقول ايه ان اخيلانوس ما بيموتش، فما بيخش اي معركه بيعمل ايه؟ ما يحاربش. الجيش يعمل ايه؟ يخش اي معركه ما يحاربش. الجيش الثاني يهرب لحد. وبالمناسبه هو لما الجيش بيهرب كان بيروح برضه ياخد المدينه ويقتل الجيش حتى لو استسلم، كان بيقتلهم برضه لحد ما في جيش. ايه اللي حصل؟ كده قالوا ايه؟ اخيلانوس هيحاربنا، احنا كده ميتين، ما احنا لو استسلمنا ميتين، لو ما استسلمناش ميتين، ما واحد ما بيموتش هنعمل له ايه يعني؟ فاللي حصل ايه بقى؟ في واحد في الجيش الثاني كان على الحصان، مره واحده قال ايه؟ انا كده ميت وكده ميت، في كلتا الاحوال انا ميت، اعمل ايه؟ فقال لك ايه؟ وانا ميت اقتل اي واحد. ما كانش هدفه اخيلانوس خالص، هو هدفه واحد من المحاربين التانيين. فاللي حصل ايه؟ هو بينشأ على المحاربين التانيين، الحصان بتاعه اختل توازنه، راح السهم طلع من القوس مره واحده، راح فين بقى؟ ضرب اخيلانوس. فين في اخيلانوس؟ في كعب رجله. مات منين؟ من كعب رجله.
سبحان الله، شوف يا اخي دخل في زور لوحده 3 اسهم ما ماتش، دخل في قلبه 30 سهم من كتر المعارك اللي دخلها وما ماتش. ماشي، الجسم كله على ماء وما ماتش. بص كده مات من كعب رجله. التفاهه في ابهى وجه بصراحه يعني. بعديه على طول فهم سموه اخيلانوس. سموا الوتر ده نسبة إلى القائد أخيلانوس اللي هو الوتر الأخيل. وعلى فكرة اتعمل عليه فيلم تروي أجنبي، واتعمل عليه فيلم كرتون كمان. مش كان هو المعزة اللي بيتدرب اللي هو المحارب ده، تمام كده، اللي هو زيس، كان اسم الفيلم زيس. صلى عليه الشفيق عليه الصلاه والسلام. فعشان كده اتسمى اخيل من نسبه الى الوتر اخيلانوس. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي هدانا بحمده وما كنا لنهتدي الا لولاه. صلى عليه الشفيق عليه الصلاه والسلام. احنا كده المفروض ان احنا خلصنا الدرس الاول بالعظام بالغضاريف بالاوتار. باذن الله الحصه الجايه هينزل لكم الجدول بقى الجديد، ماشي، وهيبقى في حصه نقول لكم قرارات الوزير بقى وكل الكلام ده كله بعدها بيومين باذن الله. خليك فاكر كي لا تهزم، قاوم، قاطع، قاتل. قاطع المنتجات بتاعت اسرائيل، بيبسي وشيبسي الحاجات دي قاطعها كلها، ماشي، وخليك في المنتجات المصريه. وقاوم، قاوم اي حاجه تحصل لك، يأس، اي ذره احباط تحصل لك، ماشي. وقاتل كل اللي بيقف ضدك ويقول لك انت مش هتقدر تحقق اي حاجه، تمام. وقاتل، ماشي. وما تنساش برضو اهم قتال هو قتال النفس، وده اهم جهاد انت ممكن تحصل، لان النفس اماره بالسوء، وده القتال الحقيقي اللي انت المفروض تغلبه، ولو قدرت تتغلب عليه مفيش حد هيقدر يهزمك تاني، ماشي. فخليك فاكر الجمله بتاعتنا كي لا تهزم، قاوم، قاطع، قاتل، تمام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام.